يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبألف صحة يا رب. بصوا بقى النهارده هنعمل مع بعض طاجن لحمة كده بالبصل معتبر، وهنعمل مع بعض كمان مكرونة، وهقول لكم ازاي نعمله ازاي وبأسهل طريقة ممكنة تعملوا بيها طبخة تحفة تحفة تحفة، هتاكلوا صوابعكم وراها. بس تابعوا معايا الفيديو، وقبل ما تدخلوا على الفيديو تتابعوا الوصفة متنسوش اللايك وسبسكرايب او تعملوا فولو. وبس كده. اول حاجة انا قطعتها طماطم طبعا، وبصلتين كبار. طماطم دي حوالي 3 طماطمات كبيرة وبصلتين كبار. تمام. عايزين تزودوا على حسب احتياجاتكم براحتكم. ده فلفل احمر، فلفتين حمر، وهنا فلفل اخضر برضو طويل، وحطيت فلفل احمر اللي هو الحلو ده بتاعنا، ده اللي هو بتاع منه البابريكا، بيبقى تحفة تحفة. وحطيت فلفل اصفر. فلفل اصفر ده بيبقى طعمه تحفه. الحاجات دي هي تحلي الاكل بصراحه، يعني الفلفل ده اصلا بيتعمل منه البابريكا عشان تبقوا فاهمين يعني. بس كده. ويلا بينا نشوف بقى نعمل بقيه الحاجه ازاي مع بعض. بصوا بقى، هغلي المكرونه. حطيت ميه مغليه وشويه زيت، وهحط عليها شويه ملح. بعد بقى ما الميه غليت وفارت بالشكل ده، هنزل عليها بقى بالمكرونه. ده كيس مكرونه 350 جرام، ولازم نقلبها طول ما هي بتستوي عشان ما تعجنش. طبعا الحله بعد ما صفيت منها المكرونه، عندي بقى ايه حته دهنه كده، هسيحها على النار. هسيحها عشان اعملها ايه للحمه. تمام. حطينا نقطه زيت عشان تسيح معاها، نقطه بسيطه بس. هنا نزلت سنتها شويه واتحمصت. هنزل بقى عليها بايه باللحمه اللي انا قطعتها. هنزل بكل كميه وارجع لكم. نزلت بقى بكل كميه اللحمه اللي انتوا شايفينها دي. تمام. هسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضها، وهقول لكم هنعمل ايه بعد ما اللحمه دخلت في السوا. هحط لها البصل. تمام. وهقلب فيهم كده، هقلبهم مع بعض. وبعدين هاخد كل الخضار اللي انا قطعته وهحطه فيها. كل الخضار اللي هو ملح، اللي هو فلفل وفلفل احمر وفلفل اخضر وكل حاجه، هقلبهم مع بعض. هنزل بقى عليهم بالطماطم اللي انا قطعتها كلها. وهقلب كله مع بعض عشان ياخدوا من بعض، من طعم بعض. احط بقى ملح وكزبره وبهارات لحمه وحبهان وفلفل اسود. وبعدين هحط اللورة. هقلب كله مع بعض. هحط بقى شوية زعتر، شوية مش كتير. هحط بقى شوية شطة. هحط بقى حوالي معلقة صلصة كبيرة من اللي احنا بناكل بيها. 3 فصوص توم كبار، قطعت كل فص فيهم على 3، وحطت لها حوالي نص كوبايه او كوبايه ميه. هسيبها بقى تغلي شويه في الحله، وهقول لكم هعمل ايه بعد كده. فخار، وسبتها بقى ايه في الميكرويف مع نفسها تاخد وتدي كده. ان شاء الله تبقى زي الفل كده وتبقى طعمها تحفه. ولما تخلص خالص هصورها لكم. بقى للمكرونه انا عملت ايه، قطعت حوالي 4 طماطمات، وكمان جبت فلفلايه طويله هحطها مع الطماطم. بقى قطعت بصلايه بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، وحطيت حوالي معلقتين زيت بالمعلقه دي اللي انا باكل بيها. تمام. وهقلب شويه بشويه لحد ما البصل يوصل لمرحله معينه كده، لحد مثلا اللي يبقى دهبي شويه. هوديكم لحد ما توصل قد ايه واقول لكم هعمل ايه بعد كده. بعد ما البصل وصل للمرحله دي هحط بقى ايه 3 4 فصوص توم كده بالشكل ده. هسيبهم يتحمروا شويه.
بعدين هحط معلقه صلصه بالشكل ده وهقلبها شويه مع البصل والثوم عشان تتسبك معاهم، لان طبعا زي ما انتوا عارفين بتبقى فيها مواد حافظه الصلصه، فلازم تاخد تشويحه كده في الاول. بعدين بقى هحط الصلصه بنص قرن فلفل اللي انا قلت لكم عليه، سبت النص عشان احطه في الصلصه بعد ما تحمر شويه، بعد ما تتسبك شويه قوي. بعدين هحط نص مرقايه، نص بس، وهحط بقى ملح، هملحها، وفلفل اسمر، وهحط زعتر، حاجات بسيطه بس بيدوها طعم جدا، بتبقى طعمها تحفه. وبعد ما الصلصه اتسبكت شويه حلوين هحط ميه. حطيت قد ايه ميه؟ حطيت حوالي كوبايه الا ربع ميه، مش عايزه اكتر من كده. كل التوابل اقلبها في بعض. بقيه الفلفلايه وهحطها في الصلصه. ده نص فلفلايه. عايزه اقول لكم ان انا حطيت شويه زعتر كمان عشان انا بحبه في المكرونه. بقى حاطه الصلصه على النار، هحط المكرونه زي ما انتم شايفين كده وهقلب. وبس كده هسيبها بقى تستوي شويه مع بعض، يدوا مع بعض لحد ما المكرونه تاخد من الصلصه، وفي الاخر هوريلكم الشكل النهائي. هي كده خلاص يعتبر استوت وكل حاجه. وكمان هي عشان الفلاش، مش عارفه الفلاش مطلعه شكلها كده غريب وفيها زيوت كتير، ومعرفش مع انها مفيهاش زيت كتير ولا اي حاجه، وشكلها طبيعي خالص على الحقيقه. الفلاش بس عشان انا مصدره الفلاش قوي في المكرونه فهعمل كده. المهم يعني فطبعا احنا نسيبها شويه تاخد وتدي مع بعض كده عشان المكرونه تاخد من طعم الصلصه، وبس كده. والف هنا على قلبكم. من غير فلاش شكلها جميل ازاي والله، واقعيا بقى احلى، والصلصه بتاعتها حمرا كده وجميله تحفه بجد. ده شكل المكرونه بعد ما خلصتها، شكلها جميل وتحفه. نفس الحكايه هنا زي ما انتم شايفين، شايفين الجمال. طاجن بقى اللحمه بعد ما طلع من الفرن زي ما انتم شايفين، بصوا جمال ازاي، بصوا الجمال والتحفه والقمر. بصوا بقى شايفين الشكل بس جميل ازاي. وبس كده، دي كانت الطريقة بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم. متنسوش الفولو واللايك. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامة.